اللي يحضر، وبالنسبة لعمر خريبين نجم المنتخب السوري، إذا بتأكد لنا هذه المعلومة يا كريم. مساء الخير. مساء النور محمد، تحياتي لك في الاستوديو، تحياتي لضيوفك الكرام، وأيضا التحية موصولة لكل السادة المشاهدين عبر قنوات أبو ظبي الرياضية. بين حلم وطموح منتخب سوريا وقوة وواقعية منتخب المغرب. أنت بادرت بالحديث عن عمر خريبين. نعم، عمر خريبين كان قد تعرض لإصابة يوم أمس، إصابة قوية في اليد، في معصم اليد. يعني تم شبه الاتجاه نحو استبعاد عمر خريبين من التشكيلة الأساسية التي ستواجه منتخب المغرب في مباراة الدور ربع النهائي. هذا هو الخبر الذي حاليا في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وهذا الخبر يعني الذي صار بسرعة كبيرة نظرا لقيمة عمر خريبين في خط هجوم منتخب سوريا، وأيضا لرفع معنويات والدفع بلاعبي منتخب سوريا إلى الأمام نظرا للخبرة التي يكتسبها. لكن منذ حوالي ساعة من الآن قمت باتصال بشكل شخصي ومباشر مع أحد الوجوه الفاعلة في المنتخب السوري. أكد لي أنه سيتم الانتظار إلى غاية يوم غد. يعني هنالك محاولة ربما للتشبث بخيط رفيع من الأمل فيما يخص عمر خريبين. أكيد صحة اللاعب أهم شيء بالنسبة للمنتخب السوري والقائمين عليه، لكن هنالك إرادة من طرف اللاعب، من طرف المحيطين به، على مواصلة الانتظار إلى غاية يوم غد قبل المباراة، القيام بالفحوصات. ولو أن بنسبة كبيرة جدا أن عمر خريبين من الصعب أن يشارك في الدور ربع النهائي أمام المغرب، لكن هذا هو التأكيد الذي جاءني منذ ما يقارب الساعة. الانتظار إلى غاية صباح يوم الخميس والترقب. فيما يخص أيضا المنتخب السوري، غياب عبد الله الشامي، هذا فيما يخص التشكيلة، ولو أن يعني المعنويات مرتفعة واللاعبون يريدون مواصلة هذا الحلم، هذا الأداء الراقي، هذا التحدي الكبير بالنسبة لهم، بالنسبة لمدربهم خوسيلانا، بالنسبة لجماهيرهم التي تنتشي بحضور رائع للاعبيها فوق أرضية ميادين كأس العرب هنا في الدوحة. فيما يخص منتخب المغرب، منذ بداية البطولة تأكد غياب حمزة هنوري دون أدنى شك، أيضا أشرف بن شرقي، لكن الخبر الذي يتم تداوله منذ ساعات وتأكيده بطبيعة الحال هو أن اللاعب لاعب نادي فريق بيراميدز وليد الكرتي سيكون على ذمة فريقه بيراميدز في كأس القارات انتركونتيننتال كاب المقامة أيضا في الدوحة. فريق بيراميدز سيواجه الفائز من كروز أزول المكسيكي وفلامينغو. منذ ما يقارب اللحظات كنت أواكب المباراة في دقيقتها 80، فلامينغو متقدم بهدفين مقابل هدف على كروز أزول ب2-1. يعني فلامينغو في مواجهة فريق بيراميدز، ووليد الكارتي سيكون في صفوف الفريق المصري في هذه المنافسة، والمنتخب المغربي ليس بإمكانه أن يفعل شيئا. يعني هذه هي القوانين بالنسبة للمسابقات الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم. لكن رغم كل هذا، وليد كارتي صحيح سيكون غياب بارز بعد مباراة غد، وغدا سيكون موجود في التشكيلة، لكن بعد مباراة غد سيكون على ذمة فريقه بيراميدز. المباراة بين بيراميدز والفائز بين كروز أزول وفلامينغو يوم 13 من ديسمبر. رغم كل هذه الغيابات، طارق سكتيوي مدرب منتخب المغرب لديه دكة احتياط قوية، لديه لاعبين مميزين. على كل
أنا واكبت المران الأخير المنتخب المغربي، معنويات مرتفعة لكن تركيز عالي وتعامل احترافي من طرف اللاعبين وأيضا من طرف الإطار الفني بقيادة طارق سكتيوي لمواصلة المسيرة في كأس العرب 2025 من أجل الفوز باللقب، خاصة وأنه أحد أبرز المتراهنين. هكذا يشاهده المراقبون خصوصا بعد المباراة التي تابعناها أمام المنتخب السعودي. تفضل محمد، أعود إليك إلى الاستوديو مع التحية.